انك ترتبط متأخر بالشخص الصح احسن 100,000 مرة من انك ترتبط بدري بالشخص الغلط. في مجتمعات كده لما البنت بتوصل 16 17 سنة لازم تتجوز، جوزها من دلوقتي، ويا عيني لو وصلت 20 يقعدوا يقولوا خلاص قطر الجواز فاتها ويبقوا عايزين يجوزوها اي حد والسلام. فهنا ده الخطأ بقى اللي بيحصل. فالبنات دلوقتي تبقى عايزة ترتبط وخلاص، يعني يبقى عندي 24 او 25 سنة ولسه ما ارتبطتش، حرام، فتختار اي شخص وخلاص. فلما تختار اي شخص وخلاص يحصل المشاكل ويحصل اللي احنا بنسمع عنه وتنفصل. ده طبيعي جدا على فكرة. ما هو الاختيار اللي كده وخلاص ده اللي بيبقى مبني على يلا المهم اتجوز وخلاص، ده اختيار مش صح. فاللي ما بني على باطل فهو باطل، فبيخلص بطلاق. فما تستغربش وما تزعلش يا جماعه، ما تزعلوش من الطلاق اللي بقى كتير دلوقتي. ورا كل واحده اتطلقت في حكايه، في غلطه هي غلطتها او الشخص اللي معاها. مش عايز طبعا اشيل الناس كلها حاجه. تلاقي واحده اتجوزت اصل خايفه القطر الجواز يفوتني، واحده اتجوزت عند في اهلها، فطبعا كل ده بيتطلق، كل ده بيقع، كل ده بيقع في الطريق. ما بني على باطل فهو باطل. طيب فتختار الشخص الغلط فطبيعي تتطلق، ده طبيعي جدا عادي على فكره يعني. فتقعد تقول لا يا جماعه الجواز وحش والجواز مش عارف ايه، وتقعد تلعن وتخوف الناس من ان هم يقبلوا على الخطوه دي. هنا بقى انا اجي اقول لك اتقل على قد ما تقدر، وتخطبي مره واثنين وثلاثه، واختبر الشخص اللي قدامك لحد ما تتاكدي ده شخص هيبقى مناسب لحضرتك ولا لا. مش عيب. سيبك من نظره المجتمع وكلام المجتمع، دول كلام فاضي. ما تؤمنش بالمجتمع وكلامه، اوعى تؤمن بالمجتمع وكلامه، كلامه مش صح، مبني على عادات وتقاليد مش صحيحة بيورثوها لنا. لكن فيش مشكلة انك ترتبطي وانت عندك 30 سنة 35 40، ايه المشكلة يعني؟ ما السيدة خديجة ارتبطت وهي عندها 40 سنة بسيدنا محمد. السن عمره ما كان عيب. واعرف ناس على فكرة بتتجوز 45 و50 كمان وبيخلفوا على فكرة، مش زي ما المجتمع قال لنا الست بتوصل 30 سنة ما بتخلفش ولا 35 سنة ما بتخلفش. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ده كل ده عادات وتقاليد في دماغ الناس بيورثوها لنا عشان تعيش بجهلهم اللي هم عاشوا فيه. ارتبط لما تحس ان ده البني ادم المناسب. سيبك من حته السن، انت مش السن يا جماعه. السن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ساعه بتجري، وقت بيعدي، دقيقه شغاله، ساعه شغاله، الساعه جابت دقيقه، جابت ساعتين، جابت يوم، جابت 2، جابت شهر، اسبوع، سنه. انا ايه علاقتي؟ انا ماليش علاقه. فما تربطش نفسك بسنك، انت مش سنك، انت خبراتك، انت وصلت لفين في حياتك، هو ده انت، مش العمر ابدا. العمر ده رقم. وفي ناس عندها يعني كعمر كبار جدا بس محققين اللي محدش حققه، وفي ناس صغيره في السن محققه اللي محدش حققه. فالسن عمره ما كان مقياس، حتى في الارتباط مش مقياس. مفيش حاجه اسمها 24 و25 انا كبرت لازم اتجوز. اي جوازه والسلام. هتتعبي تعب كبير جدا كمان. فإنك ترتبط بالشخص الصح حتى لو متأخر أحسن 1000 مرة من إنك ترتبط بدري ويبقى اسمك مرتبط وهيحصل انفصال في الآخر. فنفوق للحتة دي ونفوق من العادات والتقاليد اللي احنا عمالين بنورثها من المجتمع من غير ما نشغل دماغنا فيها.